حسام طلع من شغله متأخر. الساعة كانت قربت على 1 بالليل، فوقف على الطريق يستنى ميكروباص. وبعد شوية وقف له واحد شبه فاضي ما فيهوش غير السواق، وراكب قاعد ورا خالص. راكب معاهم، لكنه لاحظ إن السواق ما بيوقفش لأي حد بيشاور له، والطريق بقى أهدى من الطبيعي. فقال للسواق: في إيه يا اسطى؟ هو أنت ما بتقفش لحد ليه؟ بس السواق مردش عليه. بص حسام عليه في المراية، لقى عيونه ثابتة قدامه وما بيرمش. رجع يبص وراه، لقى الكرسي اللي قاعد عليه الراكب اللي ورا بقى فاضي. ضربات قلبه زادت، ورجع بسرعة يبص قدامه، لقى السواق بيبصله في المراية بابتسامة مخيفة، وقال له: كده العدد كمل، انت الأخير. ولما بص حسام حواليه، لقى الميكروباص واقف قدام بوابة مقابر. وبعد ما السواق قال جملته، بص حسام حواليه، لقى الميكروباص واقف قدام بوابة مقابر. وفجأة الباب اتفتح لوحده، وحاجة شدته ورمته بره الميكروباص. وقع على الأرض والتراب غطى وشه. ولما رفع راسه، لقى المقابر حواليه مفتوحة والتوابيت متكسرة، والميكروباص كان واقف لكن ما فيهوش حد. ولسه بيحاول يستوعب اللي حصل له، سمع صوت نفس تقيل ورا ظهره. ولما لف، لقى الراجل اللي كان قاعد ورا في الميكروباص واقف، ومد ايده لحسام وقال له: احنا كنا مستنيينك، العدد كمل. حسام اترعب وفضل يجري جوه المقابر، لكنه لمح بالصدفة ضوء غريب جاي من مقبرة مفتوحة. قرب بحذر، لقى سرداب قديم وجواه صناديق خشب متاكلة. قرب من واحد كان مفتوح نص فتحة وبيطلع منه لمعان ذهب. وفجأة سمع صوت السواق وراه اللي قال له: كنت فاكر نفسك محظوظ إنك لقيت ميكروباص فاضي في عز الليل؟ لا يا حسام، انت الأخير. الكنز ده عليه حراس من الجن من قرون، ومحدش يقدر يمد ايده عليه إلا لو ضحى ب6 من الشباب، وكل واحد منهم بيحرق جزء من القيود اللي بتحمي الكنز، وانت آخر واحد علشان أقدر أخد الكنز ده. حسام اتجمد في مكانه، وسمع صوت صرخات بيتردد جوه السرداب، والأرض بدأت تتهز. مد السواق ايده ناحية الكنز وهو بيصرخ: أخيرا العدد كمل. لكن فجأة حسام صرخ بكل قوته ونطق: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الأرض اتهزت بشكل أقوى والأصوات عليت، وفجأة ظهروا الحراس زي الظلال السوداء حوالين السواق، وواحد منهم قال بصوت مخيف: العدد كمل فعلا، بس الضحية الأخيرة لازم تكون انت. وقبل ما السواق يتحرك، الظلال دي هجمت عليه وسحبته لجوه السرداب، وصرخاته ملت المكان. حسام كان مرعوب، لكنه جمع شجاعته وجري بكل قوته لحد ما خرج للشارع. وفجأة بوابة المقابر اتقفلت بكل قوة وراه. ولما لف وراه، لقى المقابر رجعت ساكتة، مفيش سرداب، مفيش ميكروباص، كأن كل اللي حصل كان وهم. بس على التراب عند رجليه لقى مفتاح صغير مصدي، ومكتوب عليه كلمة واحدة: الناجي.